الكرام لمتابعة آخر نشرة إخبارية لهذا اليوم. أفادت مراسلتنا في ولاية قفصة عايدة بوقرة منذ حين أنه تم القضاء على عدد من الإرهابيين في منطقة نائية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة من قبل وحدات خاصة من قوات الحرس الوطني. المصدر ذاته أوضح أن تلك القوات حاصرت السيارة التي كان الإرهابيون على متنها وتم القضاء عليهم بالكامل. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قفصة مراسلتنا عايدة بوقرة. عايدة، مساء الخير. مساء الخير عبد الجليل. كما ذكرت تمكنت وحدة خاصة من الحرس الوطني بولاية قفصة في حدود الساعة 10 هذه الليلة من القضاء على مجموعة من الإرهابيين في عملية أمنية بمنطقة سيدي عيش، وبالتحديد في منطقة بين سيدي عيش وحاسي الفريد من ولاية القصري. وقد أكدت مصادر أمنية أنه تم القضاء على الإرهابيين داخل سيارة، وتقوم القوات الخاصة بعملية التنقل التكتيكي ومحاصرة السيارة تحسبا لأن تكون السيارة مفخخة بعد وصول تعزيزات أمنية للمنطقة وفي انتظار فرقة خاصة بإبطال المتفجرات. نذكر عبد الجليل أن هناك تكتم كبير من المصادر الأمنية على أعداد الإرهابيين باعتبار أن العملية ما زالت جارية إلى حد الآن. عايدة بوقرة من قفصة كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. تنتظم اليوم الأحد